السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الدرس الثالث أولى إعدادي، المجموعات والعمليات عليها. تعالى دلوقتي هقول لك طرق كتابة المجموعات. أول طريقة اسمها طريقة السرد. طريقة السرد إحنا بنكتب الأرقام زي ما هي، يعني مثلا المجموعة 1 2 3 4 5 تتكتب بالطريقة دي، قوسين وبينهم الأرقام. تاني مجموعة أو تاني طريقة الصفة المميزة، بنكتبها بطريقة إزاي؟ كده مثلا نفرض المجموعة اسمها x نقول حيث x ينتمي مثلا تنتمي ل n اللي هي الأعداد الطبيعية، ومثلا x أكبر من 5. x حيث x ينتمي ل n و x أكبر من 5، يبقى احنا بنكتب اسم المجموعة الأول، بعد كده بنكتب x موجودة فين بالظبط، موجودة في n ولا r أو q زي ما يقول x ينتمي ل n، وبعد كده بنقول بقى x نفسها من كام. مثلا هنا x أكبر من 5، ممكن تكون 6 7 8 9 10 إلى ما لا نهاية. تالت طريقة أشكال فين اللي هي كنا بنعمل مثلا كده، تمام، ونعمل مثلا كده أهو، نسمي مثلا دي المكان الكبير ده مثلا اللي هو n، وهنا 1 2 3 4. يبقى المجموعة سمي مثلا المجموعة دي x، يبقى المجموعة x عبارة عن 1 و2 و3 و4، وهي موجودة ضمن الأعداد الطبيعية اللي هي n. طيب تاني فكرة في الدرس ده حاجة اسمها المجموعات الجزئية. المجموعة الجزئية، طيب يعني إيه مجموعة جزئية؟ مثلا أنا عندي المجموعة 1 و2 و3، ومجموعة تانية اسمها 2 و3 بس، مجموعة تانية عناصرها 2 و3 بس. بالنظر كده هتلاقي إن المجموعة 2 و3 هي مجموعة جزئية من 1 و2 و3. مجموعة 2 و3 موجودة كلها جوه المجموعة 1 و2 و3، يبقى اسمها مجموعة جزئية. في قواعد مهمة للمجموعات الجزئية لازم تبقى عارفها، إن المجموعة فاي أو المجموعة الخالية هي جزئية من أي مجموعة. طيب تاني حاجة، أي مجموعة هي جزئية من نفسها. أي مجموعة هي جزئية من نفسها. طيب قانون مهم جدا عشان تحسب عدد المجموعات الجزئية لأي مجموعة، يبقى 2 أس n. n ده عدد العناصر، ان ده هو عدد العناصر. يعني مثلا المجموعة اللي قلناها فوق دي مثلا 1 و2 و3، عدد العناصر هيبقى 2 أس n بقى اللي هي هنا كام؟ 3 عناصر، يبقى 2 أس 3. 2 أس 3 اللي هي كام؟ 2 في 2 في 2 يطلع 8 عناصر. يبقى المجموعات الجزئية من المجموعة دي 8 مجموعات. الجزء الثاني في الدرس هو العمليات على المجموعات. جزء سهل جدا، لازم تعرف ان العلامة دي اسمها الاتحاد، وهنا الاتحاد ده هو كل العناصر اللي في المجموعتين من غير تكرار. لازم تعرف ان العلامة دي هي التقاطع، وهي العناصر المشتركة. تعالى دلوقتي هقول لك مسألة على العمليات على المجموعات. المجموعة A عبارة عن 2 3 4 5 6، المجموعة B 5 6 7 8، اوجد باستخدام شكل فين A اتحاد B و A تقاطع B. سهلة جدا. هنعمل ايه؟ أول حاجة A اتحاد B. اتحاد B هو عبارة عن كل العناصر اللي في المجموعتين بدون تكرار. يعني هنكتب، اكتب لي A كلها 2 3 4 5 6، كتبنا A كلها. اكتب B كلها، بس لو لقيت عنصر كتبته قبل كده هنا ما تكرروش تاني. يعني ال5 كاتبينها ما نكررهاش، ال6 كاتبينها ما نكررهاش. مين اللي ما كتبش؟ ال7 وال8. ده كده A اتحاد B. طب التاني A تقاطع B. دور على العناصر المكررة، يعني هل الاتنين موجودة في A هل موجودة في B؟ مش موجودة، يبقى أسيبها. التلاتة موجودة في A هل موجودة في B؟ مش موجودة. الأربعة مش موجودة. الخمسة موجودة في A وموجودة في B، هنا أهي وهنا أهي، يبقى دي التقاطع أول حاجة.
الستة موجودة في A وموجودة في B، يبقى ايه تقاطع B 5 و6. طب هو هنا عايز شكل فين، سهلة جدا. اعمل دايرة كده واعمل دايرة كده، سمي الدايرة دي A وسمي الدايرة دي B. اكتب في الدايرة اللي في النص دي التقاطع بتاعك. الدايرة اللي في النص دي اكتب التقاطع هنا كام؟ 5 و6. بعد كده اكتب بقى باقي العناصر اللي باقية، يعني 5 و6. 5 و6 اهي في A، مين اللي باقي تاني؟ 2 و3 و4. بنكتب عند A هنا 2 3 4. طيب 5 و6 هنا اهي، مين اللي باقي في B؟ 7 و8. اكتب هنا كده 7 و8.